ايه اللي يخلي نادي في الدوري الممتاز يندمج مع نادي في الدرجه الثانيه؟ ده بالظبط اللي بيحصل اليومين دول بين نادي البنك الاهلي ونادي المنصوره. تحالف بيحصل بين نادي جماهيري عريق ونادي شركات غني. لكن يا ترى ليه نادي المنصوره الملقب بزعيم الدلتا لقى نفسه في ازمه ماديه طاحنه؟ تكاليف الكوره بقت بالملايين، والموارد الجماهيريه مقتصره فقط على التبرعات، وده خلاه مهدد بالانهيار والمزيد من الهبوط. اما بالنسبه للبنك الاهلي فهو ان كان بيمتلك امكانيات ماديه كبيره الا انه بينقصه النقطه الاهم: صوت الجمهور. وهنا إدارة الشركتين فكروا في الدمج كطوق نجاة عشان المنصورة يفضل عايش بس بظهير مالي قوي. طب وهنا البنك هيكسب ايه؟ المكسب هنا هيتخطى مجرد الكورة. الشركة زي بنك الأهلي لما تندمج مع النادي جماهيري زي المنصورة هي مش بس بتشتري فريق، دي كمان بتكسب شعبية. احنا قدام بيزنس بيحول المدرج لسوق مفتوح وكيانات رياضيه لمؤسسات اقتصاديه متكامله. الخطوه دي شجعت انديه تانية كتيره تفكر في قرار الدمج زي الاسماعيليه وسيراميكا كليوباترا. عمليه الدمج دي مش الاولى من نوعها في المنطقه، حصلت قبل كده مع الامارات من خلال دمج نادي الشباب ونادي دبي مع الاهلي عشان يظهر لنا نادي شباب الاهلي. العمليه دي ناس بتشوفها وين وين سيتويشن وفرصه استثماريه عظيمه، اما ناس تانية بقى بتشوفها خطر على هويه فريقها. وانت يا ترى بتشوفها ازاي؟